الحديث عن السفن ما بيخلص، ولو اتكلمنا في أعماق البحار ممكن ما نخلصش كلام عن الجزء المفقود اللي فيه، واللي ياما اتدفن فيه أسرار وغموض شديد جدا. ما هو ظلمات فوق ظلمات. النهاردة احنا بنتكلم عن السفينة المسكونة، واللي بتعتبر واحدة من أكبر سفن العالم. شهدت أغلب المشاهد المرعبة اللي ممكن تمر على مخيلة بني آدم في التاريخ. فيها اتقسم جسد طفل نصين، وفيها برضه أب قتل عيلته كلها من غير ما يعرفوا السبب من ورا ده. وكل اللي اتشاع ساعتها واللي مش مقنع للبعض إن الجن أمروا بده. تعالوا ندردش مع بعض شوية ونعرف قصة السفينة دي، وإزاي اتحولت من سفينة حروب ضخمة لسفينة الموت. أنا محمد فرج، وانتوا دلوقتي في حياة زمان. اتبنت السفينة الكوين ماري البريطانية سنة 1936، وبتعتبر من أكبر وأضخم السفن في العالم، لدرجة إن سفينة تايتانيك لو وقفت جنبها هتبان صغيرة جدا. كان المفروض كوين ماري هي اللي تتسمى تايتانيك، لأن تايتانيك معناها جزء كبير من الضخامة أو الحاجة الكبيرة جدا. بتتميز كوين ماري إن هي كانت سفينة سريعة قوي وفيها فخامة عالية جدا، حمامين سباحة كبار و5 مطاعم، ودول بيعتبروا من أفخم المطاعم، وفيها 300 غرفة ما كانش بيطلع عليها غير الأغنياء وعلية القوم من المشاهير. إيه سبب تسميتها؟ اتسمت بالاسم ده نسبة للملكة ماري أوف تاك، ملكة بريطانيا، واللي حكمت من سنة 1910 سنة 1936. ولما حصل الحرب العالمية الثانية استخدموها في الأعمال العسكرية لنقل الجنود والأسرى، وكانت تقدر تنقل 800 ألف جندي وأسير حرب. متخيلين حجم السفينة كان عامل إزاي؟ حاجة كده زي مدينة كبيرة في البحر، وعشان كان لونها رمادي كمان كانت ضخمة بشكل مرعب. كانوا بيسموها الشبح الرمادي، The Grey Ghost. ليه بقى السفينة وقفت ومحدش بقى يستخدمها؟ السفينة وقفت وما بقاش حد يستخدمها من سنة 1966، ولما وقفت عن العمل رجعت بريطانيا، وبعد فترة من وقوفها اتباعت لميناء لونج بيتش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولغاية النهاردة واقفة في كاليفورنيا، وبتعتبر أرقى فندق ومتحف في لونج بيتش كاليفورنيا. لكن المفاجأة بقى هنا، وهي إن كل اللي كان يطلع من السفينة سواء طاقمها أو العاملين عليها من الزوار بيشوفوا وبيسمعوا حاجات غريبة ومرعبة. وبعد مئات الحوادث بقى معروف في كل أمريكا ويمكن في كل أنحاء العالم إن السفينة دي هي أكتر سفينة مسكونة بالجن والأشباح على كوكب الأرض. أكتر من 50 مليون فرد زاروا السفينة اللي بقت متحف وفندق عشان يتفرجوا على كل ركن فيها. كمان السفينة لحد النهاردة كل حاجة فيها موجودة لما كانت شغالة من 90 سنة. يعني لو حد راح هيلاقي الممرات القديمة زي ما هي، بالإضاءة الصفراء ونفس الأوض بنفس الأساس والمطبخ وأدوات الطبخ كمان كان في ناس بتحب تبات في غرف معينة في السفينة، لكن كلهم بلا استثناء بيخرجوا مذعورين من اللي بيشوفوه وبيسمعوا. طب امتى وليه السفينة اتملت بالجن والأشباح كده؟ تاريخ السفينة كان مليء بالأحداث الدموية والوحشية المرعبة، واللي كان بيحصل عليها من جرائم قتل وموت في حوادث وعمليات خلال الحرب العالمية الثانية. السفينة اتقتل عليها عدد كبير جدا من الناس في حوادث قتل مختلفة، والجثث فضلت فترات طويلة قبل ما يكتشفوها، وده سبب كافي قوي يخلي أرواح الناس اللي اتقتلت تفضل على السفينة. كمان من الأماكن اللي الناس بتشوف فيها حاجات مخيفة وتسمع أصوات مرعبة هي أوضة المحركات، وكانت مكان كئيب ومرعب، وكل الناس اللي كانوا بيشتغلوا في السفينة بيخافوا يقربوا منه، خصوصا عند البوابة رقم 13 لأن عندها حصلت حادثة بشعة. بس قبل ما أحكي لكم عن الحادثة خلينا نتخيل مع بعض أشكال الأبواب وبتتقفل إزاي. الأبواب الحديدية سمكها كبير جدا وحجمها ضخم، وبتنزل من فوق لتحت، بتتقفل بنظام هيدروليكي اوتوماتيكي، وبمجرد ما بيتم ضغط زرار الباب بياخد امر ويبدأ ينزل او يطلع عشان يفتح. ففي يوم كان شاب صغير اسمه جون عنده 17 سنة بيشتغل على السفينة، وكان مدرب على اخلاء الحريق، وده بيحصل دايما عشان يدربوا العاملين على التعامل في حالة الحرائق. وفي التدريب كان فاضل 60 ثانية بس والابواب تقفل، لكن جون اتحدى بقى كده وقال لاصحابه انا هعدي من الباب في اخر 5 ثواني، وكان بيضحك واخد الموضوع هزار في هزار والتحدي. وفعلا قبل ما الباب يقفل ب5 ثواني جري بسرعة وعدى منه، لكن كان نص جسمه بس اللي عدى، والنص الباقي عارفين راح فين. الباب قسمه نصين،
وكانت من أبشع المشاهد اللي عدت على زمايله واللي كانوا واقفين وشافوا الحادثة. أغلب المغامرين اللي بيروحوا السفينة عشان يقابلوا الأشباح بيروحوا غرفة المحركات، وكل حاجة هناك زي ما هي، مفيش أي حاجة اتغيرت. في ناس راحت وحكت عن اللي بيحصل لهم تحت غرفة المحركات عند البوابة 13. يوتيوبر أمريكي على سبيل المثال راح هناك وكان بيقسم إنه بعد ما دخل الغرفة وقف عند نفس المكان اللي اتقسم فيه جون نصين. سمع صرخات واحد بيطلب المساعدة وبيقول إنه في اللحظة دي حس إن شعر راسه كله وقف من الرعب. حاول يطلع يجري ويلحق بالمجموعة اللي كانت معاه، لكن حد حط إيده على كتفه وكان بيبص حواليه زي المجنون، ومفيش حد غيره والصرخات مستمرة. ولما طلع فوق فضل يزعق بجنون لإدارة السفينة، كان معتقد إن هم عاملين فيه خدعة زي اديني عقلك كده والكاميرا الخفية، لكن الإدارة أقسمت له إن مفيش أي خدعة في الموضوع، وإن ناس كتير حصل لها كده لما نزلت، وبالذات لما بتكون لوحدها. إيه هي بقى حكاية الدور بي؟ الدور بي من الأماكن المرعبة واللي بيحصل فيه أكتر الحوادث. حصل فيه حوادث بشعة، من أشهرها حادثة أب قتل أسرته بدون معرفة السبب. كان طبيعي جدا الراجل بدأ يحس بحاجة في عقله بتقوله اقتل أسرتك اقتل أسرتك. وقبل الحادثة كان بدأ يشتكي من الصوت اللي بيجي في عقله، وحكى لمراته ساعتها الكلام ده. زوجته هنا حكت لأختها اللي معاها هي وأسرتها على السفينة، واتفقوا انه هيروح لدكتور اول ما السفينة ترجع للمينا ويرجعوا بلدهم. لكن للأسف ما لحقوش، لانه في يوم دخل الغرفة دبح زوجته، وبعد ما خنقها دبح ابنه الصغير. والظاهر ان بنته كانت مستخبية في الحمام من هول المشهد، ولما لقاها دبحها في الحمام، وبعد كده قتل نفسه. محدش عارف هو ليه عمل كده، وللأسف الجثث فضلت فترة لحد ما أخت القتيلة اكتشفت الموضوع بعد غيابها عنها فترة طويلة. وده كان سبب سماع الناس صوت بكاء أطفال في الدور ده، وأوقات بيسمعوا صوت ضحك أطفال، لكن بيقولوا أصوات الضحك بتكون مرعبة أكتر من أصوات البكاء. وناس شافت شبح البنت ولما شافوا صورتها قالوا هي دي اللي بنشوفها، خصوصا لما بتكون الإضاءة بسيطة فبنقدر نشوفها بوضوح بسيط. الغرفة دي من كتر المشاكل والرعب اللي سببته لزوار السفينة وحالات الإغماء اللي بالمئات، قررت بعدها إدارة السفينة إن هي تقفلها تماما، لأن الإدارة عرفت إن في أكتر من 11 شخص كان داخل الغرفة من الزوار وماتوا في حوادث مختلفة بعد زيارتهم للسفينة بشهور قليلة. طب يا ترى بقى في أماكن تانية بيحصل فيها أحداث مرعبة زي البوابة 13 والدور بي؟ عندك يا سيدي حمام السباحة اللي كان خاص بالدرجة التانية، في شبح بنت صغيرة اسمها جاكي. طبعا تسألني ازاي عرفوا ان اسمها جاكي منين؟ في تاريخ السفينة كان في بنت صغيرة غرقت في حمام السباحة ده، وكانوا بيحكوا انها كانت بعد ما خرجوها من المية كان ملامح وشها مرعبة جدا، زي ما تكون شافت حاجة كده قبل ما تموت. وبعد موت جاكي كل اللي في حمام السباحة بيقولوا ان هم بيشوفوها، ولحد النهاردة بتظهر لبعض الناس وأصوات ضحكتها موجودة وناس سمعتها. الغريب جدا إن الناس اللي بتصور السفينة عند حمام السباحة بعد فترة بيشوفوا صورة البنت الصغيرة، وفي ناس بتقول إن هي شافت آثار أقدام لبنت صغيرة على الأرض، مع إن حمام السباحة طول الوقت فاضي. وطاقم السفينة قالوا إن كل الناس أو معظمهم اللي نزلوا تحت عند حمام السباحة شافوا وسمعوا جاكي واللي صوروها وظهرت ليهم في الصور. قصص كتيرة وكلام كتير اتقال عن السفينة دي، بس احنا قررنا هنا نعمل قط وقلنا كفاية لغاية كده، ومنتظرين رأيكم في التعليقات. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير والدعم. السلام عليكم ونشوفكم على خير.